خليك معايا لحظة وتخيل إنك واقف قدام تمثال شاف ملوك وشاف حروب وشاف حضارات قامت ووقعت، ومع ذلك لسه واقف ساكت. النهاردة حكايتنا عن تمثال أبو الهول. مرحبا بكل متابعين قناة ترند بوكس. أبو الهول مش مجرد تمثال ضخم، ده لغز منحوت في الصخر، جسم أسد ورأس إنسان، وكأن المصري القديم كان بيقول القوة مع الحكمة هي سر الحكم. وشه متجه ناحية الشرق بيستقبل شروق الشمس كل يوم من آلاف السنين، كأنه حارس بيحمي هضبة الجيزة. العلماء اختلفوا مين بناه وإمتى اتنحت، وهل وشه فعلا للملك خوفو؟ والأغرب إن أنفه مكسورة، ولحد النهاردة محدش عنده إجابة أكيدة مين كسرها ولا إمتى. أبو الهول اتدفن في الرمل واختفى ورجع يظهر تاني كأنه رافض ينسى أو يتنسى. وده درس مهم، إن الحقيقة حتى لو اتغطت بترجع تطلع. وفي الآخر أبو الهول مش حجر ولا تمثال، ده شاهد على عبقرية وغموض حضارة مصر القديمة. دي كانت حكاية تمثال أبو الهول من قناة ترند بوكس. ولو الفيديو عجبك متنساش لايك واشتراك